أهلا بيكم في المحاضرة الثالثة. في المحاضرة دي هنتكلم على الفرق بين الإعلانات الرسائل والإعلانات الكونفرجن، ومين فيهم أفضل، وأنت المفروض تبدأ بإيه أو تستخدم في إيه، أو تستخدم مين فيهم علشان خاطر تشتغل دروب شيبينج أو إي كوميرس. الفرق بين الاتنين باختصار إن الإعلانات الرسائل أنت بتستنى إن العميل يبعت لك رسالة وترد عليه وتقنعه بالبيع، وكمان هيتواصل معاه وتاخد الطلبات دي وتسجلها سواء في شيت أو في المتجر بتاعك أو في أي CRM أو أي موقع أنت بتمانج بيه أو بتدير بيه طلباتك، أو على سيستم الأفيليت. تمام. إعلانات الكونفرجن بتتميز ان انت عندك موقع خاص بيك. الموقع ده بيشتغل كل حاجه فيه اوتوماتيك. العميل بيخش يطلب، العميل الاوردر بعد ما بيطلب بيتسجل لوحده على السيستم او بيتسجل اوتوماتيك في شركه الدروب شيبينج او الافيليت من غير تدخل منك. طب هل معنى كده ان الكونفرجن احسن من الرسائل؟ الاجابه لا. طب هل الرسائل هي الاحسن؟ برضو لا. يعني دي ليها استخدام ودي ليها استخدام، وفي ناس بتبقى فنانه في الرسائل وفي ناس فنانه في الكونفرجن. طيب ايه هي مميزات الرسائل اللي مش موجوده في الكونفرجن؟ اول حاجه او اول ميزه في الرسائل ان العميل بيطمن ليك، وان هو بيطمن ان في خدمه ما بعد البيع. تمام. وان في حد بيكلمه، في انسان بيكلمه، مش الموضوع يعني هيطلب وما يعرفش يلاقيكم تاني. تمام. طيب ده في الكونفرجن ايه حله؟ حله ان انت تعمل لايف شات. تمام. تعمل لايف شات مثلا او تضيف مثلا زر تواصل في الموقع بتاعك عشان العميل يتكلم معاك. تمام. او تسهل على العميل ان هو يتواصل معاك في الكونفرجن، وان هو تقوله ان في خدمه ما بعد البيع، او تحط له في صفحه المنتج سياسات مثلا الاسترجاع والاستلام وسياسه الشحن والكلام ده، ويبقى عارف ان هو لو عايز يرجع او يستبدل هيمشي على الخطوات مثلا واحد اتنين تلاته عشان يرجع المنتج بتاعه. طيب ده بالنسبة للعميل ان هو يطمن لك او المصداقية. تمام. طيب هل الرسائل شكلها احترافي اكتر من الكونفرجن؟ الاجابة لا. هنا لو احنا بنتكلم على الاحترافية والعميل ان هو بيحس ان هو بيتعامل باحترافية، فهو هنا الكونفرجن هيبقى ليه احترافي اكتر. طيب ايه الميزة اللي في الرسائل تاني؟ ميزة ان هو العميل الكبير في السن اللي هو مش عارف يشتري، او العميل اللي هو كلاس سي او دي اللي هو يعني في فئة مش عارف يتعامل قوي مع التكنولوجيا، فهو بيبقى عليه سهل ان هو يشتغل في الرسائل، بتبقى الرسائل اسهل. تمام. الرسائل هنا بتبقى اسهل. طيب في الكونفرجن عشان نحل مشكلة السهولة دي بتعمل ايه؟ بتعمل التشيك اوت سريع، يعني بتعمل تشيك اوت في نفس صفحة المنتج. يعني دي صفحة المنتج، بيبقى هنا في صور المنتج اللي هو عايز يشتريه، وهنا الوصف بتاع المنتج. تمام. وتحت الشراء هنا بيكون سريع جدا. بتقول للعميل مثلا عايز اسمك، عايز رقم تليفونك، عايز العنوان. تمام. وبيبقى في حاجة بتتربط ما بين المتجر بتاعك والفيسبوك، ان هو يعمل حاجة اسمها اوتو فيل او الملء التلقائي. الاوتو فيل دي مثلا في منصه ايزي اوردرز، لو انت العميل دخل على طول من الاعلان على الموقع، او في ان برودكت تشيك اوت او فاست تشيك اوت اللي هو الشراء السريع، هتلاقي على طول اوتوماتيك بيملى الاسم بتاعه ورقم التليفون والعنوان اللي متسجل على الفيس. تمام. ولو العميل حتى ما دسش شراء، ما دسش على زرار الشراء، تمام، فالبيانات دي هتجيلك على حاجه اسمها الطلبات المفقوده، عشان انت تبقى عارف العميل ده حاول يشتري ومعرفش، فبتجيلك بياناته. تمام. فهنا الموضوع بيبقى في الرسائل اسهل، بس انت لو عملت الكلام ده في صفحة الشراء في الكونفرجن هيبقى الموضوع برضو سهل. تمام. بس في ناس اصلا ما بتعرفش اصلا تتعامل مع الاعلانات الكونفرجن، وبتعرف تتعامل مع الرسائل بس. وعلى العكس في ناس مش عايزه ان هي تخش تهاتي مع حد وتتكلم معاه وتضيع وقت، فعايزه تشتغل على طول، تكتب بياناتها وعلى طول الموضوع يخلص، مش عايزه حد يكلمها. تمام. طيب ايه تاني مميزات في الرسائل؟ في حاجات مش هتتباع غير بالرسائل. يعني انت في تفاصيل معينه تبقى عايز تاخدها من العميل مش هتنفع غير في الرسائل في منتجات معينه. زي مثلا انت العميل مش عارف مثلا مقاسه في حاجه معينه، او محتاج معلومات معينه تاخدها من العميل. زي مثلا انت لو بتبيع عقار،
فانت مش هينفع العميل يخش كده على طول هيلاقي كل حاجه ظاهره قدامه ويشتري. عمرك ما هتجاوب عن كل اسئلته، لا هو في حاجات عايز يستفسر عنها او عايز يرد عليها. تمام. فبالتالي العميل ده بيبقى احسن ليه الرسائل. طيب الرسائل ايه عيوبها او ايه عيوب الرسائل اللي هتخليك يعني يعني الحاجات اللي تحطها في اعتبارك ان انت مش هتعرف تشتغل وانت نايم. يعني انت لو نايم دلوقتي وما بتردش مش هتعرف تشتغل على الرسائل بتاعتك. هتحتاج ان انت تعين موديريتور، تمام، او كذا حد يكون شغال معاك علشان يرد على الرسائل دي. تمام. طب ده بيزود عليك التكلفة لان الموديريتور ده هيشتغل وبياخد فلوس، بياخد مرتب، وهيحتاج ان انت تراجع على الموديريتور ده وتشوف شغله ايه، لان ممكن واحد يعني يكون اخلاقه مش كويسه او بيرد على العملاء بطريقه مش كويسه بيطفش منك العملاء. وعلى العكس ممكن مودريتور تاني يكون اسلوبه كويس ويعرف يجيب لك مبيعات. تمام. فانت مش هتعرف تشتغل ومش هتعرف تعمل فلوس وانت نايم. ايه بقى عيوب تاني الرسائل؟ ان احنا الربط الاوتو بشركات الافيليت ده مهم جدا. طب ده مهم ليه؟ لانك دلوقتي هنقول مثلا العميل طلب الساعة مثلا 12 بالليل. تمام. لو انت اتسجل الطلب في السيستم الافيليت تاني يوم، فسيستم الافيليت هيروح يكلمه مثلا بالليل الساعة 7 بالليل مثلا، فهيكون عدى وقت كبير جدا. الوقت الكبير جدا ده اللي عدى، العميل ممكن يكون شاف اعلان او اتنين او تلاتة ويشتري من واحد او اتنين او تلاتة، فتسليماتك بالتالي بتقل. السي او دي او الكاش اون ديليفري او التسليمات بتاعتك بتقل. فلكن انت دلوقتي العميل لو الطلب راح اوتوماتيك الساعه 12، تمام، والاوردر دخل في سيستم الافيليت في نفس الثانيه الساعه 12، وفي سيستمات افيليت فيها واتساب دايركت بيبعت رساله التاكيد للعميل الساعه 12، والعميل بعد ما طلب برضه في الساعه 12 لقى الرساله جات له وقال له مثلا اكد او ارفض، وراح العميل مأكد، فالطلب بالفعل اتأكد في نفس الثانية، فنسبة التسليمات بتاعتك أو الكاش اون ديليفري النسبة بتاعتها اللي هتتم في الآخر هتكون أعلى. فده برضو مشكلة كبيرة من مشكلات الرسائل. طيب إيه تاني مشكلات في الرسائل؟ الشكل الاحترافي أو الشكل البروفيشنال. في الرسائل العميل خلاص انت شايف ان هو ايه، انت صفحه تحت السلم بتبيع. مش كله بيبقى طبعا كده ومش كل الصفحات بالمنظر ده، بس انت لما تكون عامل صفحه جديده بشكل جديد والصفحه لسه مش عليها تقييمات مش عليها تفاعل، العميل بيقيم الصفحه كلها. مثلا تلاقي الصفحه عامله مثلا 100 لايك، تمام، فالعميل بالتالي بيبقى مقلق منك. الشكل العام مش شكل بروفيشنال، فبيبقى الموقع في الحاله دي احسن بكتير. لكن انت عشان تستثمر في صفحه والصفحه دي بيبقى لها سنين كتير شغاله علشان خاطر تظهر بالشكل البروفيشنال للعميل، ده بيبقى استثمار طويل المدى. طيب ايه بقى العيوب والمميزات لاعلانات الكونفرجن؟ اول حاجه انت هتحتاج ان انت تعمل موقع. تمام. يبقى انت عايز تعمل ستور. طب في تكلفه بتدفعها. طيب هل تكلفة الستور ده أغلى من تكلفة الرسائل؟ لا. أنت هنا في الرسائل لو أنت عايز تشتغل على سكيل كبير هتضطر إن أنت تشغل خدمة عملاء، فخدمة العملاء هتعلي عليك التكلفة. فالتكلفة بتاعت خدمة العملاء عمرها ما هتكون زي تكلفة الستور. تمام. طيب ايه تاني المشاكل اللي هتقابلك في الاعلانات الكونفرجن؟ ان انت محتاج تتعلم حاجات كتير زي الفيسبوك بيكسل، تمام، او البيكسل عموما سواء بتاع فيسبوك او بتاع تيك توك او غيره، هتحتاج تتعلمه. هتحتاج تتعلم حاجه اسمها لاندنج بيجز او صفحات هبوط. تمام. وهتحتاج تتعلم ازاي تدير المتجر بتاعك، وازاي ممكن تحتاج ان انت مثلا تضيف اكواد معينه، او تحتاج ان انت يعني في ليرنينج كيرف مش سهل او حاجات كتير هتتعلمها عشان تعمل ستور شكله احترافي. فهنا المرحله بتاعه التعلم او الليرنينج بتاع التعلم هنا في الرسائل سهله جدا، لو هنقول ده الليرنينج كيرف بتاع الرسائل، فهو يعني بسرعه انت هتتعلم الست الرسائل في ثواني، هترد على الرسائل ما فيهوش تعب كتير. لكن هنا الليرنينج كيرف بتاعه الستور فهي يعني بطيئه شويه لحد ما تبقى متقن لكل حاجه في انك تعمل ستور او تعمل اي كوميرس ستور وانك تشتغل كونفرجن.
طيب هل انا هسيبك ان انت ما تعرفش تعمل ده؟ لا، انا هتعلم معاك وهعلمك كل حاجه الستور وفي الاي كوميرس، وانك ازاي تعمل متجر احترافي، وكل الخطوات هنتعلمها مع بعض، من اول ازاي نعمل بيكسل، ازاي نعمل ستور، ازاي نعمل لاندنج بيج احترافيه، ازاي نصمم صور احترافيه، ازاي نخلي المتجر ده شكله سريع ومتجاوب مع العميل، ازاي نتست ونجرب المتجر ده على الاجهزه المختلفه والمقاسات المختلفه. كل ده هنتعلمه مع بعض. بس هو في الاول وفي الاخر اسمك هتتعلم حاجات كتير، بعكس الرسائل انت مش هتتعلم حاجات كتير. طيب ايه العيوب او ايه المميزات، اسف، ايه المميزات اللي موجوده في الكونفرجن ومش موجوده في الرسائل عكس العيوب بتاعت الرسائل؟ يعني احنا هنا هنقدر ندخل الطلبات اوتوماتيك لسيستم الافيليت، هنقدر ندخل طلبات كتير جدا واحنا نايمين. يعني انت هتبقى نايم والطلبات بتيجي وطلباتك بتزيد من غير ما تحتاج ان انت ترد على حد. هتقدر تشتغل ببادجت كبيره، وحط تحت الموضوع ده 1000 خط. تمام؟ انت لو بتشتغل في بادجت صغيره مثلا 200 او 300 جنيه في اليوم، تمام، فالرسائل هتكون مناسبه ليك وهتعرف تجيب عدد اوردرات مثلا لا باس به. لو انت هتبقى جاي عليك مثلا الاوردرات، مثلا الاوردر جاي عليك ب 10 جنيه او 20 جنيه، فانت هتعرف تعمل عدد كويس بالرسائل. لكن انت في البادجت الكبيره، يعني مثلا لو انت هتدفع مثلا هنقول مثلا 10000، تمام، في حمله، فانت هتبقى مجهود كبير جدا ومودريتورز كتير جدا وطلبات كتير هتقع جدا لو انت شغال رسائل. لكن لو انت شغال كونفرجن، تمام، فساعتها الرسائل هتبقى سيئه جدا، والبادجت دي هتبقى كويسه جدا للكونفرجن، عشان انت كل حاجه هتتعمل اوتوماتيك وهتعرف تجيب مبيعات كبيره، مش هتعرف تعمل بالبادجت دي في الرسائل خالص، يبقى الموضوع عليك صعب جدا جدا جدا. طيب، ده اساسيات الفرق ما بينهم. هل دي كل الفروق ما بينهم؟ وفي حاجات تانية؟ اه، في حاجة تانية مهمة جدا جدا جدا. اول حاجة لازم تفهمها، هو الفيسبوك او تيك توك او اي بلاتفورم، الكلمة اسمها اوبتمايزيشن. اوبتمايزيشن بالعربي يعني تحسين. تحسين يعني هو دلوقتي هنقول ان انت دخل عندك 10 عملاء، تمام، اشترى منهم واحد، فهو الفيسبوك بعد كده هيجيب لك ناس شبه الواحد ده. تمام؟ طيب، دخل عندك 1000 عميل، الفيسبوك لقى ان اللي اشترى منهم مثلا 10، فهيبدأ يوبتمايز او يحسن النتائج على ال10 اللي اشتروا دول. طب نفهم اكتر، الفيسبوك في الاول بيحاسبك ازاي؟ الفيسبوك بيحاسبك عن طريق حاجة اسمها CPM، بيحاسبك على كل 1000 مشاهدة بيشوفوا الإعلان بتاعك. ال1000 دول شافوا الإعلان، اشتروا ما اشتروش، دخلوا ما دخلوش، ملوش دعوة، كده كده هيحاسبك عليهم بالCPM. تمام؟ طب دلوقتي انت عايز تعمل نتائج احسن، هتعمل ازاي؟ او هتعرف الفيسبوك ان هو يحسن لك النتائج دي بناء على ايه؟ هو هنا في حالة الرسائل هنقول هنا حالة الرسائل مسجز، وهنا مثلا سي كونفرجن. في حالة الرسائل دخل 1000، تمام. طب ال1000 دول كلمك منهم هنقول مثلا 20 واحد مثلا، يعني اللي شافوا الاعلان كلمك منهم 20، فبالتالي الفيسبوك هيوبتمايز او هيحسن النتائج بناء على ال 20 دول. تمام؟ فهيجيب لك ال1000 اللي بعدهم شبه ال 20 دول. تمام؟ طب ال 20 دول اشتروا او ما اشتروش؟ فيسبوك مش عارف، مش هيعرف. فبالتالي الفيسبوك مش هيبقى احسن في التحسين بناء على ال 20 دول، لان ال 20 دول ممكن يكون ال 20 دول كلهم ما اشتروش. طب لو ال 20 دول كلهم ما اشتروش، هيجيب لك ال1000 اللي بعدهم شبه ال 20 دول، يبقى كل حاجه عندك خلاص باظت، مش هتعرف تبيع. ان هو بيحسن بناء على ناس انت مش عارف، او هو مش عارف هو اشتروا او ما اشتروش، وهو ما يقدرش يحدد الناس دي شبه او الناس دي فعلا اللي انت محتاجهم او لا. تمام؟ طيب، في الحالة التانية في الكونفرجن، في 1000 واحد شافوا الإعلان بتاعك، دخل منهم مثلا 100، وال100 دول اشترى منهم 10. تمام؟ طبعا ده تبسيط مخل بالموضوع، يعني الارقام دي مش شرط تكون مظبوطه، بس بديك مثال. فهو دلوقتي هيوبتمايز او هيحسن النتائج بناء على ال10 دول. طب ال10 دول اشتروا فعلا، فهنا النتيجه هتبقى احسن، وال1000 اللي جايين بعد كده هيبقوا انضف، بالمعنى الاصح هيبقوا انضف من ال1000 دول.
فالكواليتي بتاعت ال1000 اللي هيتحسنوا من الكونفرجن هيبقوا احسن بكتير من ال1000 اللي هيتحسنوا من الرسائل. طيب هل ال10 دول كلهم هيستلموا؟ لا، مش كلهم هيستلموا، مش كلهم هيأكدوا الطلب. في حاجة تانية هنا اسمها الاو تي بي، او ان انت تأكد الطلب مع العميل ده وتخلي الفيسبوك بيكسل او التيك توك بيكسل ما يعرفش غير الناس اللي بتأكد. فال10 دول مثلا هيأكدوا منهم 7، فهنا هيتعامل عندك 7 طلبات مش 10 طلبات. بس لما يجي بعد كده يجيب لك ال1000 اللي بعدهم هيبقوا الكواليتي بتاعتهم احسن بكتير من الكواليتي بتاعت ال10 اللي هم اشتروه خلاص. فانت كل ما بتدي للفيسبوك ديتا او بيانات ادق واقل لناس كملوا الفانل او كملوا الشراء للاخر بالمعنى الحرفي، كل ما هيبقى ال1000 اللي بعدهم احسن واحسن واحسن. طب هل هو الفيسبوك هيحسن النتائج بناء على 10 بس؟ لا، هو بيحتاج اكتر من 10، بيحتاج 50 او 100، بس كل عمليه شراء بتفرق معاه. طب تمام، هل انا كده قلت لك كل حاجه؟ لا، في حته ناقصه ظهرت جديد في الرسائل، انا حابب برضو اعرفك عليها عشان ما يبقاش مخبي عليك حاجه. في الرسائل ان انت تقدر بعد ما العميل يعمل اوردر بتخش على الفيسبوك بتلاقي في كلمه الدولار ساين دي وبتدوس عليها وبتقول العميل ده عمل اوردر بمبلغ كذا. فساعتها الفيسبوك هيقدر يفرق ما بين الرساله اللي عملت اوردر والرساله اللي ما عملتش اوردر. فساعتها هيعرف يوبتمايز بشكل كويس زي ما بيعمل تحسين بالكونفرجن. يعني الموضوع ده جديد، تمام، ما كانش موجود قبل كده، تمام. ظهر جديد، فده برضو بيخلي الرسائل توبتمايز شويه كويس زي الكونفرجن. بس هل هي هتبقى مساويه للكونفرجن؟ الاجابه لا. ليه؟ لان الكونفرجن هو مش بيحلل بس الشراء بس، هو بيحلل كل حركه بيعملها العميل من جوه. يعني ممكن العملاء ما تشتريش بس تبقى مهتمه وتشارك الرابط مع حد، فبيقدروا يعرفوا ان هم دول شاركوا الرابط مع ناس معينه، ويحلل كل الداتا بتاعتهم عن طريق البيكسل فيجيب لك ناس شبههم. فهنا بشكل او باخر الكونفرجن بيكون التحسين بتاعه احسن. طيب لو سيبنا الفيسبوك ودخلنا على منصه زي تيك توك، تيك توك اصلا ما بتشتغلش فيه رسائل نهائي، يعني ما فيهوش اصلا فكره انك تشتغل حملات الرسائل دي بتبقى فيه فاشله جدا. فبيبقى الاحسن في التيك توك ان انت تشتغل كونفرجن، تمام. طب ايه تاني مميزات في الكونفرجن؟ ان انت لو هتشتغل على عميل في الخليج، انسى موضوع الرسائل ده خالص. الخليج لازم تشتغل فيه كونفرجن، سواء انت شغال في السعوديه او الامارات لازم تشتغل فيه كونفرجن لاسباب كتير. اولا ان انت لو كلمت العميل الخليجي خدمه عملاء بلهجه مصري، تمام، فخلاص انسى العميل ده خلاص. يعني العميل ده لو انت كلمته بلهجه مصري هو مش هيشتري منك، يعني الموضوع خلاص يعني حتمي. طيب لو انت هتجيب ناس تتكلم معاهم خليجي، يعني مثلا هتخليه يخش على مثلا واتساب ويتكلم معاك، تتكلم معاهم خليجي، فانت تكلفة ان انت تجيب مودريتورز بيتكلموا خليجي وبكفاءة ان هم يقنعوا عميل خليجي، فده اصلا هيزود البادجت عليك بشكل كبير جدا 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 جدا، لان دول مرتباتهم هتبقى اغلى كتير. فهيبقى الموضوع مش مجدي وهتخسر فلوس كتير. فاحنا لو اتكلمنا عن الخليج فخلاص الخليج لازم تشتغل فيه كونفرجن. طيب يبقى ده كده باختصار الفرق ما بين ان انت تشتغل كونفرجن وانك تشتغل رسائل، تمام. نراجع مع بعض كده بسرعة. الرسائل بتبقى اسهل عليك، ما تعرفش يعني مش محتاج انك تتعلم فيها كتير. الرسائل ما بتشتغلش فيها وانت نايم. الرسائل هتزود عليك كوست المودريتور، تمام. الرسائل مناسبة اكتر للحملات الصغيرة. البيكسل او الكونفرجن بيبقى بتقدر فيه ان انت تشتغل فيه ببادجت كبير، تقدر تشتغل فيه وانت نايم، بتقدر تحقق بيه ارباح اكتر، تقدر تحل المشاكل بتاعت الرسائل عن طريق انك انت تسهل عملية الشراء، تمام. الاوبتمايزيشن او التحسين فيه احسن بكتير من الرسائل. وبرضو العملاء اللي مش مصريين، العملاء الخليجي، انا زي ما ذكرت ليك في الاول ان الرسائل مناسبه اكتر للعميل كلاس سي او كلاس دي، اللي هو يعني العميل اللي على قده قوي بيبقى عايز حد يتكلم معاه. فالعميل كلاس A او كلاس B، انت عمرك اصلا في الدروب شيبنج هتتعامل مع كلاس A، فهنقول مثلا كلاس B، فالكونفرجن دي احسن.
العميل الخليجي عموما الكونفرجن دي احسن.